إسلامي، يقول لك مشروع إسلامي. كما قلنا نريد تحديد معالم هذا المشروع. يا أخي ضحكوا علينا 50 سنة يقول لك إيه؟ تطبيق شرع الله. تسأل أي عامي بسيط يقول لك تطبيق شرع الله يعني الرجم، القطع، الجلد. يا رجل هذا الدين، يا عيب عليكم، يا عيب على هذا الفهم. قزمتم دين الله، مش فقط اختزلتموه، والله مسختموه وقزمتموه، جعلتموه شيئا لا قيمة له. ليه؟ لأن كل آيات التشريع في كتاب الله 200 آية، وهذا عليه جماهير الأصوليين، من 6236 آية فقط عندك. وقلت هذا عدة مرات حين تحدثت عن الاختزال والاختزال المضاعف والمثلث. اختزلنا الدين اختزالا مثلثا أيها الإخوة. 200 آية من 6236 آية، يعني أقل من 1 على 30. ومش هيك وبس، ومن آيات التشريعات تشريع في الجهاد وفي الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي الطلاق والأحوال الشخصية في كل شيء. 200 آية فقط، 200 آية. يعني جوهر الدين مش التشريع. واحد يقول طب إيش هذا؟ إذا 200 آية فقط هي 200 آية هي آيات التشريع، طب إيش بصير جوهر الدين؟ جوهر الدين تربية وأخلاق وروحانية واتجاه وكدح إلى الله تبارك وتعالى ورؤية كونية عملاقة إنسانية. هذا الدين يا إخواني، مش التشريع وحلال وحرام وفقهاء. اليوم دين الناس فقه ما فيه. العالم عندهم الفقيه. لو عالم يطلع على المنبر ويتحدث في قضايا كونية وفلسفية وعقلية وتأمل يقول لك شو هذا دين؟ هذا بتحدث؟ هذا الدين يا أخي، هذا جوهر الدين، أن يبني لديك رؤية كونية عملاقة تستطيع أن تفهم بها قضية الوجود والإنسان والحياة والدنيا والآخرة والعلاقة مع الرب لا إله إلا هو بشكل معمق، مش بشكل مشايخي مواعظ سطحي ساذج فقط قدر على التعبئة أو التجيش ليذبح الناس بعضهم بعضا في اللحظات الحرجة من تاريخ الأمة. ليس هذا. طيب 200 آية آيات التشريع، وآيات القصاص والحدود، آيات جلد الزنا والقاذفين، آيات قطع السارق، آيات المحاربين. إيش هذا؟ كم هذه؟ 9 آيات بالتفصيل. يعني 4 حدود في كتاب الله في 9 آيات. 9 على 200 على 6236. شوف العدد، يعني يمكن بيطلع واحد على 600 هيك ولا شيء زي هيك ولا أقل حتى من هذا. شيء مش معقول، مش معقول. ولك تطبيق الشريعة، ليس هذا هو شرع الله الذي أراد الله أن يطبق يا حبيبي. هذا الفهم أنت. لذلك الحقوق قبل الحدود، الحقوق قبل الحدود. قبل أن تتكلم بكلمة عن جلد وقطع ومش عارف إيه من الحدود، عليك أن توفر للناس ماذا؟ الحقوق. الحقوق. وأنا أقول لكم كل مشروع يحدثك عن تنمية روحية للإنسان وهو لا يوفر له رغيف العيش، الحياة في الحد الأدنى، مشروع دجال. والله العظيم دجال. تعرف لماذا؟ الإنسان لا يمكن أن يفكر في العبادة ولا في ذكر الله، وعقله مشغول 24 ساعة كيف يطعم أولاده. قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا أخي إبراهيم، يا أخي أبو التوحيد يقول هذا. بدك يا رب يعبدوك، بدك يذكروك ويشكروك، ارزقهم، وفر لهم المعاش، وفر لهم المعاش. لذلك فيما يروى أيها الإخوة لا معاد لمن لا معاش له، ما في آخرة لمن لا دنيا له. فتقول ليش مشروع إسلامي؟ مشروع إسلامي فهمني يعني إيه؟ أول ما تقول لي مشروع إسلامي بدي أفهم أنه مشروع اقتصادي بدرجة أولى، يحارب البطالة، يسدد المديونية، يرفع مستوى الرفاه أيها الإخوة، يوفر الحد الأدنى من الحاجات للبشر. عندك خطة في هذا؟ عندك دراسات ممتازة؟ ورجيني. مش كلام هكذا تضحك علي أنت باسم الإسلام. وبعدين لا يقال منهجنا، طريقتنا، فهمنا للإسلام، مشروعنا الإسلامي. لا يقال الإسلام هو الحل. شوف الدجل، الإسلام هو الحل. أي إسلام؟ الإسلام هو الحل؟ أنت تملكه الإسلام؟ واحد يقول لي عجيب.